ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. النهارده الفيديو هيكون تكمله للفيديو بتاع روتيني للعنايه بالايد والاظافر. لو لسه ما شفتيش الفيديو هسيبلك لينك الفيديو تحت، روحي شوفيه واعملي لايك وكومنتات كتير. هوريكم النهارده ازاي تركبي الضوافر للبنات اللي ما بتعرفش تركب الضوافر وعندها مناسبه وعايزه تركبها في البيت، مش محتاجه تروحي الكوافير او كده. هعلمك ازاي تركبيها. يلا بقى نبدا الفيديو. اول حاجه طبعا بيبقى معانا الضوافر اي شكل بقى انتي حباه. حابه الضوافر اللي هي بتبقى شكل مربع او اللي هي بتبقى واخده كيرف كده. اختاري بقى اللون اللي انتي عايزاه على حسب اللبس اللي انتي هتلبسيه. فكده معايا اول حاجه بقى الضوافر. بمسك الضوافر بقى كده، بقيس كل ضوفر على كل صوابعي عشان ابقى قدامي كل الضوافر اللي انا هستخدمها، ما اقعدش ادور والخبط نفسي. ودايما دايما هاتي الضوافر اللي بيبقى فيها سيليكون، اللزق السيليكون. بلاش يا بنات تستخدموا الامير او حتى اللزق بتاع الضوافر اللي هو بيبقى في علبة شبه المانيكير كده، برضك مش حلو وبيكسر الضوافر وبيبوظها ومش حلو خالص. انا جربت ده وجربت ده وجربت كل حاجة. احسن حاجة اللزق الضوافر، اللزق السيليكون حلو وثابت وما بيعملش ما بيأذيش ضوافرك، وحلو جدا. لما بتيجي تشيليه هو يا دوبك بتمشي شوية مية دافية كده على ضوافرك بيتشال بسهولة وحلو جدا. وبرضك ثابت في نفس الوقت ما بيتشالش. فدايما هاتي لو الضوافر السيليكون اللي هي بيبقى معاها اللزق السيليكون. فهنا بقى كده ده اللزق. انا طبعا شلته، هو بيبقى حاطط لك كذا لزقه كده بعدد الضوافر بتاعتك، عدد صوابعك 10، وبقى فيهم 2 زياده برضو بحيث لو واحده باظت منك. فبشيل طبعا اول واحده كده بالشكل ده اهو قدامكم. هي بيبقى عليها بلاستيكيه كده عشان تقدري ان انتي تشيليها بيها ما تبوظيش السيليكون. فبتحطيه، انا اول واحد حطيته في الضافر نفسه وشلت البلاستيكيه من عليه وحطيته على الضافر بتاعي. ده بقى طريقة تانية برضو حبيتها وسهلة اكتر من الاولانية. بحط السيليكون على صوابعي نفسها على الضفر نفسه وبشيله بالشكل ده كده. وبعد كده بقى ايه بلزق الضفر برضو بطريقة سهلة وحلوة قوي. وبرضك عشان تعرفي تركبي ضوافر لازم ضوافر ايدك نفسها تبقى اقصر من الضوافر نفسها. اصل ما ينفعش تبقى ضوافر ايدك طويلة وتروحي تركبي ضوافر. تبرديها بقى كويس وتوسعي الجلد اللي ما بين الضوافر كده بالمبرد. وبعد كده بقى تحطي الضوافر. انا بقى ركبتهم كلهم كده بالشكل ده. طبعا بقى ساعات بيبقى الضوافر من قدام كده فيها حتت بارزة او مش متسوية كويس. هاتي المبرد وسويها. ظبطي بقى الضفر بتاع ايدك، شوفيهم كلهم شكل بعض ولا لا، اظبطيهم عدل. بروديهم برضو بالشكل دوت عشان ما يضايقوكيش مثلا يشبكوا في هدوم او في حاجة. الضوافر اسهل بكتير من انك تقعدي تحطي مونوكير والكلام ده. انا صراحة بستسهل الضوافر اكتر من المانيكير. فبحب ان انا يبقى عندي الضوافر دي في اي مناسبة او في اي خروج. وغير كمان ان هي بيبقى شكلها حلو كده ومظبوطه والضوافر كلها متقلمه بطول واحد وبسوى واحد وشكلها حلو. فالضوافر احسن من المانيكير بكتير. اللي ما شافش بقى الفيديو بتاع روتيني للعناية بالايد والاظافر يروح يشوفه، هسيب لكم اللينك تحت. روحوا شوفوه هيعجبكم قوي واعملوا لي لايك وكومنتات كتير. استخدمت فيه الملح البحر ده للتقشير، ومرطب اللي ارطب بيه ايدي، وجل صبار بالورد حلو قوي. لو عجبك بقى الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس واعملي لي فولو على الانستجرام.